أستاذ بكري عبد الحميد، مدير المهرجان. تكلمنا عن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب. مهرجان المسرح الدولي واحد من ابرز المهرجانات المصريه المسرحيه في مصر والعالم العربي. مهرجان ابتدى كبير ولسه بيكبر وبيكبر وبيكبر. المهرجان بيقدم خدمات مجانيه كتيره جدا للمبدعين الشباب في الجنوب. بيقدم ورش مجانيه، بيقدم عروض وفعاليات في كل مراكز وقرى المحافظه بيتم فيها المهرجان. احنا السنه دي الدوره التاسعه من المهرجان كانت بتخللها دوره اونلاين اثناء جائحه كورونا، يعني تعتبر تقريبا الدوره العاشره، انما هي رسميا الدوره التاسعه والدوره الثالثه على التوالي في محافظه جنة. تجولنا في كل مراكز وقرى محافظه جنة، رحنا الاماكن المحرومه من الابداع ومن النشاطات الفنيه. قدمنا عروض وقدمنا فعاليات للكبار وللاطفال، قدمنا عروض للاراجوز والسمسميه ومسرح العرايس ومسرح الشارع. التنمية الثقافية في القرى في كل مكان، وخاصة كمان قرى حياة كريمة. أيوة. وزرتوا مركز الأورام الموجود في محافظة جنة بالضبط اللي في أيوة. نكاد نكون لم نترك مكان في المحافظة، كما كان في المحافظات الأخرى أيضا كنا بنذهب لكل المراكز الخاصة بهذه المحافظة. ماذا تعتقد أنه يجب أن يكون في الجديد من المهرجان؟ المهرجان هو حريص ان كل سنه يقدم جديد. السنه دي كنا يعني في ورش نوعيه مختلفه عن كل كنا بنقدمها في السنوات اللي فاتت، وكل سنه بنبتكر ورشه جديده بتضاف لورش المهرجان. كمان مشاركه السمسميه معانا السنه دي، ربما هي شاركت معانا سنه قبل كده والسنه دي برضو بتشارك معانا. استمرار المشاركة؟ لا هي مش نفس الفرقه، هي فرقه اخرى يعني. ايوه الاستمرار السمسميه بالمشاركه. بالظبط كده. يعني كان الكلام ده من حوالي 4 سنين شاركت الفرقه احدى الفرق، والسنه دي بتشارك معانا فرقه ثانيه. نتمنى لكم دائما كل النجاح. شكرا الف شكر. الله يكرمك.